استحملي وخلي في قلبك. طيب يعني حتى لو انت ضايقتني ما ينفعش اقول لك انت انك ضايقتني؟ لا ما ينفعش يا صفيه، هي دماغك ده. بصي يا بنت الناس، لو الموضوع صعب عليكي احنا لسه على البر، ممكن نسيبوا بعض. نسيبوا بعض؟ احنا لسه اتجوزنا عشان نسيبوا بعض يا طه؟ وبعدين يا طه انا عمري ما هعمل حاجه تزعلك ولا اعمل حاجه تخليك تسيبني. بس والنبي يا طه هيك تقولها تاني. لما قلت الكلمه دي وجعت لي قلبي. خلاص يبقى تسمع الكلام، اتفقنا؟ حاضر، هعمل كل اللي انت عاوزه. خلاص افردي وشك يا بنت، بلاش تروي بوزك كده. اخوك زين كلمني وقال لي ان ابو فيروز كلمه. بجد والنبي يما ربنا يفرح قلبك يا رب، والنبي طمنتيني. هو يرد على ابوها ليه اصلا؟ ما البت قالتها صريحه عايزه تتطلق. جرى ايه يا بنتي؟ مالك انت؟ ده بدل ما نشكر الراجل انه اتدخل في الموضوع وعايز يحله. ونشكروه ليه؟ هو احنا حنسبوه؟ واه مخبوله البت دي. ليلى الراجل ده احنا فعلا مناسبينه. لا صح، انا مش فاهمه زين. واحده ما عايزاش ترجع بيت جوزها ما يطلقها ويخلص، وهي طول تعيش مع زين، ولا انه واحده زي مرت عمي تبقى حماتها؟ ده بدل ما تعيش خدامه تحت رجل امه واخته. بنتي يا ليلى جرى لك ايه عاد؟ طول عمرك طيبه، جبتي الخبز ده من فين؟ ده بدل ما تدعي لهم ان ربنا يهدي سرهم، ابقي صفي قلبك شويه يا ليلى. يهدي سرهم؟ خلاص يا ناديه ما تقومهاش عاد. والله يا ام فيروز قصدي يا مرت عمي، مش هي لوحدها بتغيظني، انت كمان بتغيظيني. شكلك بقيتي بتحبيها اكتر مني. اتحبلتي يا بنت؟ اني احب فيروز اكتر منك؟ شكلك كده، عشان لو بتحبيني اكتر كانت اول ما سابت البيت كنتي قلتي لسين انه ده ما يصحش، وان الاصول بتقول انه لازم يطلقها. وبعدين يا بنت جليل ها؟ يتجوزنا انا اللي استاهله، وانا اللي عارفه يعني ايه تبقى مرت زين الجناوي. طب يا ليلى ولنفرض ان زين طلق فيروز، ماشي؟ فريدي بقى اتجوز واحده تانية. ولا اتعجب ما بقاش طايق يشوف ستات خالص، عايز يعيش وحداني، هتعمليه عاد؟ انتوا ناويين تجننوني؟ انا ماشيه. والله انت اللي مخبوله يا بنت جليله. خدي يا بنت تعالي. ليلى بصراحة يا فيروز أنا شايفة إنك لازم ترجعي لزين. انتي بتقولي كده ليه يا شاري؟ عشان ببساطة أنت مش مبسوطة، ولا عمرك هتعرفي تتأقلمي مع حد تاني غيره. قصدك ايه يعني؟ قصدي إن ولا منك معاه ولا مش معاه. ما بتكلميهوش وما تعرفيش عنه حاجة، بس قلبك وعقلك معاه. عارفه يا شاري، انا بمر بأسوأ حاله ممكن تمر بيها اي بنت. انا للاسف قلبي معاه مصدقه، لكن عقلي ضده ومش قادر يصدقه. الطشت قال لي الطشت قال لي يا حلوه ياللي قومي استحمي. أول مرة أعرف إن أنت مسخرة كده. لا دي مواهب قديمه جدا لو سمحتي، بس هي خنقه غيره الجواز كده بتقفل على الواحد شويه. بتقفل على واحد شوية. بتعبك يا ياسر معايا بجد. ايه الهبل ده؟ تعبك راحه. لا بتكلم بجد، بتعبك والله. كل ده عشان غسلت لك طقمين؟ غسلت لي طقمين؟ انت بتغسل بتنظف وبتكوي وبتشتغل. انا لو كنت قاعده مع بابايا او اخويا ما كانوش عملوا كل ده. يا بنتي طب انا والله العظيم مستعد اعمل اكتر من كده بكتير جدا. الفرحه والرضا اللي بيبقوا في عينيكي دول من الحاجات الهبله اللي انا بعملها عندي بالدنيا كلها. طب عارف، انا يوم واحد من اللي قضيناه بعد ما رجعنا احلى من كل الوقت اللي كنا فيه مع بعض من زمان. بحس ان انت في كل لحظه بتثبت لي ان انت لسه بتحبني. انا لو كنت اعرف كده كنت عملت الحادثه من زمان. طب ايه رايك بقى ان انا لو كنت اعرف انك هتتاذي الاذى ده كله بسببي، والله العظيم ما كنتش سبتك لحظه، خدت بالي منك طول الوقت.
ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. ايه يما هي ناقصه غم يوم دخلتي؟ لا والله يا ولدي ما غم، بس كان نفسي أبوك يطمن عليك ويشوفك النهارده، بس هو في مكان أحسن الله يرحمه يما. وحاسس بفرحتنا. اكيد يا مرات عمي حبيبتي. راضية عنك يا ولدي. هي شو تفتكري؟ خدي بالك من ولدي، وصيها عليا يا مرات عمي والنبي. ده حتة من قلبي. يما واحنا مسافرين ما احنا عايشين معاكم في نفس البيت. أيوة واد، أنا قلت لك إنك رايح العراق ولا إيه؟ يلا خش خش. لا استني يا مرات عمي، شيلني يا طه. اشيلك ايه وانا قادر اشيل نفسي بعد اليوم ده؟ والنبي يا طه شيلني يا طه. جرى يا واد، ما تشيلها وتريحها أمال. يلا يا صفيه شالك ربنا يلا. حرام ما عليك بتاكلش والله. كده ولا إيه؟ يلا. خلاص يا فرحانه. مبروك يا ستار. الله يبارك فيك. يلا يا طه. لا مؤاخذة يا مرات عمي. مستعجلة على إيه؟ يا بنات اليومين دول. دي خلاص عيارها فلت، سهر وحفلات وشرب ليلاتي وناس طالعه وناس نازله، ده غير العيل الصايع اللي مش علاقه في ايده ليل نهار. يا سلام، بنتي أنا تعمل كده؟ ما هي تربيتك، مش انت اللي علمتيها على كده ولا ايه؟ طب ما جايز كل الكلام ده غلط. غلط. أنا عايزة أعرف بقى مين اللي بلغك الكلام الفارغ ده؟ اصحابها المحترمين يا هانم، أصحاب المحترمين؟ النبي إيه أصحاب المحترمين دول؟ غيرانين منها. خايفين عليها. افهمي بقى، افهمي مره في حياتك يا طب شيخ. اهدى بس يا بابي، اهدى واسمعني. انا هروح لهند واجيبها لغايه البيت، بس ارجوك عشان خاطري ما تقفلش الباب في وشها. هند دلوقتي محتاجه انك تحتويها عشان خاطري. ايه يا صفيه؟ مالك يا صفيه متنحه كده ليه؟ عشان مش مصدقة نفسي. أنا في حلم ولا في علم؟ في علم. انت في علم يا صفيه. عارف يا طه، أنا كنت بحلم إني بقيت مرتك، ولما صحيت ولقيتك جنبي تخيلت نفسي لسه بحلم. يعني لما بقول لك أنا في حلم ولا في علم مش بهزر معاك ولا بدلعك، أنا بسألك